حياك الله أخي أحمد وبارك الله فيك. أتعبناك في هذا اليوم، ربما عندك عمل أو ملتزم ببعض المواعيد، لكن إن شاء الله الأمر فيه أجر وفيه خير لدرء الفتن إن شاء الله. الشيخ رامي عضول يشبه أي خان خلهم قيات ناس عوض خلا خلاها يشي غير خلا بصور وجه أنقذ ديكش بالقية والمشاهد المغاح فتن دكتور برهم. طلب مني بعض الأخوة الأعزاء في أنغوشيا من مريدي أستاذنا قدس الله سره العزيز النصح والإرشاد عما يدور من أحداث في الساحة الأنغوشية في هذه الأيام، كما اتصل بي بعضهم جزاهم الله خيرا يريدون رأينا حول هذا الموضوع، فنقول وبالله التوفيق. إليسان يرترى حجي مريد شغبوشا إنغوشيتيرا عبول وجش بيخر دينيشيك تليفون شيتنيشيك تفهم شاش دولشا ليلش دول حولك لاتسن ويسخل حاروشين نسيح التحارع حين خيشتك حارة هالا تنغ لاتن ويسخل يأدتشين. إن الخلاف بين الأفراد والمجتمعات والأمم أمر طبيعي ووارد، ولا يسلم منه الكثير من الناس. فإذا كان السلف الصالح رحمهم الله الذين هم أفضل وأخير منا ببعيد قد اختلفوا في أمور عديدة، فماذا نقول نحن المذنبون الخاطئون؟ ناخن يقاحا خلف لو يوجه ناخن يقاحا تقيت مشكلة إذا كل شمدو ويل حلق دعبان بولج ويلا دقة ولع بولج ويديش نقاح يهمش يجن خلجة أقا إن ويدي دولا وين يقاح يهم دوشة ويتسدول هدو. ليس العيب في الخلاف، لكن الخطأ كل الخطأ هو استمرار هذا الخلاف الذي سيؤدي حتما في يوم من الأيام إلى زيادة البغضاء والشحناء والحقد والكراهية، وربما تصل الأمور إلى القطيعة أو إلى العنف أحيانا لا سامح الله. يقاح خلقو دوجرم قوسم خلرا إما قلدال هم دارسر قلدال هدوشون ألشي قلدال هدوشون ألشا وس خلاف نوا وس قوس مو ناخن يقاح بوجش بول سوى ويا ووشن تديزرك ديگر ووشن تداشرك ديگر ووشن دولا جرجلو وانش خيدرك ديگر وسوما قهوي سودا قرا خلافة يا خلر يدوق قلدالك. إن منهج أستاذنا واضح في هذه الأمور. منهج أستاذنا قدس الله سره العزيز جاء ليوحد لا ليفرق، جاء ليبني لا ليهدم، مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه. إليسان يترحج دال قيلة تايوتسون تنيقا قيجن بلغل خلق تنيقا موخلشون أرجا تنيق ناخا ووشنا يرخليتر ناخ ووشخ توخر خلق ووشخ قيستورس خلق قرآن تبعنا خلق تنيق سنة تبعنا خلق تنيق. منهج أستاذنا يؤكد دائما على جمع الكلمة ولم الشمل ووحدة الصف، يؤكد على التراحم، يؤكد على التعاطف وعلى المودة والمحبة دائما. أقا إليسان حاجي نيقا دائما نأ ووشن وجرل تسرت ووشن ديزر ووشن داشر أستيوش أستينيس باش خلق تنيق. وأنتم أخوة الأعزاء مريدي أستاذنا قدس الله سره العزيز في أنغوشيا، عرفتم دائما بتمسككم بهذا المنهج، وكنتم دائما القدوة والنخبة في ذلك في أشد الظروف حراجة وقساوة التي مرت على هذه البلاد، وأنتم أعلم بها منا. أقا إنغوشيا تعبولا حاجي مريج دائما نأ بلغل خلبوق دائما نأ قاسم خلبوقا وين آخرنا نوفتشن دائما
خلوانش تهيتش غينا أقر ألا حلاشا شو خلارز شو خلاق دائما ناقص ليش دائما وجر ليش يوش غينا. كنتم إخواني وأحبابي المثل الأعلى لهذه الوحدة، فآويتم ونصرتم إخوانكم الشيشان في الشدة، وتقاسمتم معهم لقمة العيش والظروف الصعبة، وكنتم وما زلتم نعم الأخوة ونعم الأصحاب والجيران. دائما يوش غينا جوا مت بوجن نقشة جوا مت نسبيش يأميوجن شيء قاج سرت بيوقش دائما اشتغل حدوش لقشو تقنا إيش لقشو ديكوجي لقشو نقشن. واليوم أنتم أيضا أهل وكفؤ لتجسيد مبادئ وقيم وأخلاق أستاذنا بتجاوز هذه المحنة، فكونوا سباقين كما كنتم في ائتلاف القلوب وتفويت الفرصة على الشيطان الذي هو عدونا الأول جميعا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دا القرآن شو عما الله را الشيء مصر دوشنا تنساني مصر لا تصيل أشعال أسعيتن إلو عن شيء شو دي خردوقا بس شو نقح برد تخلي شو برد بوخي لوش بوش نيخا تير لأما بوخ بيشا شو برتاخلرز. ويؤسفنا أيها الإخوة والأحباب أن نسمع كلاما لا يليق بمنهج وطريقة أستاذنا، وأنا متأكد أن هذا الكلام هم من الدخلاء على الطريقة بكلمات تنضح بالفحشاء والسوء وإشاعة الأباطيل وتلفيق التهم، ناسين أو متناسين قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا خلقية ترديش تكودو شون ألشا حاجي يردع بوشاش بوخش بوش تناخ ديش تلقميلش دوخ بوخ بوش خارج قميلش برد بوخوش قميلش ووشنا يقع حق يوري شدول قميلش شون ديس دلتيح يا شو شين ديس دل موتوش توتيح ديل دوش دا القرآن شو عبوخك أدمو تا دوش إير مدات تاهم إير مدات يدوش دعيا دوش ينتواتين شماليك دوش بيان. إن أردتم رأيي في هذا الموضوع أقول لكم صراحة إن وجودكم في ساحات التظاهرات هو نصرة منكم بغير قصد طبعا لأولئك الذين يريدون اتخاذ طريقة أستاذنا ومجالس ذكرنا جسرا للعبور إلى مقاصدهم ومنافعهم وغاياتهم السياسية والشخصية. طبعا إنقل شيء تعبوش حاجي مريدش قمية دوكشية شيء أول شو خالص تلاحشا شو بوق طبعا شو ميتينغ شيش دولار إذا ويحاجي نقباتشونا إذا وين يقع برد تخلي لوش بولش نيخا تير لأم بوشون تير لأم بوق بويلاش. لذلك أرى أن ملازمة بيوتكم في هذه الظروف وفي هذه الأوقات هو الاتباع الصحيح لمنهج أستاذنا لدرء الفتن أولا، فالفتنة أشد من القتل. تندل تغلش دينا تغلش حولع شين ولع خيشتغا شين خيشتغا حاجي مريج شو شيء تروح أردوشنا وينا يقح يدق فتن تدوري ترحم هون ألجا فتنة سج ويرلا دزودول ديلا إز خلودول ديلا داليرجا. وثانيا لتفويت الفرصة على أصحاب تلك المقاصد التي تريد التفريق وبث روح العداوة والبغضاء من أجل مصالح شخصية وسياسية من خلالكم. طبعا شو داخل طبعا شو قبول ليل بيتر إذا تعنيخ شيء بيت ليوش بولج شيء بوليتيكسكي تيلش ليوش بولج نيخ لأم بوشون إز إيتي لأما قوت سخليتا شو شيء جعرة شين غولا خيتشون إز خيتشون شين حجينيق. ليكن شعارنا من كتاب الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليكن شعارنا إن شاء الله من كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا
عنده شخ دال آدو القرآن شوح آية تسدوديز آية شو ديل دشق تسلو شو تسخلو شو قيستم قيستيو شو بوشتوش ليكن شعارنا من كتاب الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شو ديكم ديكم درندع ناقوسي خيل شو وهم درندع ناقوسي مخيل شو بوشتو إزدوش خلديز وي حال داكن دولدوش. وليكن شعارنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إشتا شو قياس ما قياستيلا شو نقاحا خلطلون شو ما يجيتيل أشا شو نقاح قياس مش خلاح شو نقاح خلطلون مش خلاح تا بارم بوش تا شتا يوتشا أورد شو. وليكن شعارنا من كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخدير صلى الله عليه وسلم تو بوخ دولا دشن متأخر ديز ويتون أمن متأخر ديز ويتو بوخ بوصل بسجا مسل مودو شون ألجا بوصل بنيخ مؤمن مسل مودو شون ألجا تحن كيجا تحن ديغ كيبر مسل دوشونا أز ديغ تحن ميجيا لزعلجا دول ديغ وساقت ياش اشتغل ديشنوي. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وسدد إلى طريق الخير خطانا وخطاكم، وحفظنا وحفظكم من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين، إنه سميع مجيب الدعاء. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيء قام يضع عليه الشيخ دعاء دي وينا ويمص ديك شو ما تعدالا ديك شو ما تيني استرقى مص ووش ما خلر درقى دالا تاع برق برقى.